روز مدد شيخي من مدد لما نكير يا نوروز مدد شيخي من مدد اوجب بياتي فيروز مدد شيخي من مدد لما نكير يا نوروز مدد شيخي من مدد مدد واذكر غن مدد مدد خزني مدد مدد مشلو طوفاني مدد شيخي من مدد المهاباد قرياني مدد شيخي من مدد اللقى مشلو طوفاني مدد شيخي من مدد لهوليري فرماني مدد شيخي من مدد تبوي باران لامد مدد شيخي من مدد اوجب بياتي فيروز لما نكير يا نوروز اوجب بياتي فيروز لما نكير يا نوروز مدد شيخي من مدد مدد اشطر غن مدد 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 شيخي عاشقان مدد شيخي من مدد سرود عقيل وديلان مدد شيخي من مدد مدد شيخي عاشقان مدد شيخي من مدد سرود عقيل وديلان مدد شيخي من مدد شاقرد قاضي فيران مدد شيخي من مدد وما جبار كمان مدد شيخي من مدد اوجب بياتي فيروز لما نكير يا نوروز اوجب بياتي فيروز لما نكير يا نوروز مدد شيخي من مدد مدد خزني مدد مدد شوخك شخورتان مدد شيخي من مدد كل شعبي كردستان مدد شيخي من مدد معشوقك شخورتان مدد شيخي من مدد كل شعبي كردستان مدد شيخي من مدد سهر بيجي وكيان مدد شيخي من مدد السهر بيجي وكيان مدد شيخي من مدد اوجب بياتي فيروز لما نكير يا نوروز اوجب بياتي فيروز لما نكير يا نوروز مدد شيخي من مدد مدد أسقون مدد مدد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض
وملء ما شئت من شيء بعد. نحمدك اللهم حمدا يوافي نعمك ويدفع نقمك ويكافئ مزيدك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدًا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه فلا نبي بعده. من رغب في سنة محمد وصل، ومن رغب عن سنته غوى وخسر وضل وانفصل. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، أما بعد. أيها الإخوة المسلمون، ما من نعمة يمتن الله بها على الأمم والشعوب والدول كنعمة العدل. أكبر وأعظم نعمة يتجلى الله بها على الأمم والدول، ومن دونها فالأمم والدول في خراب. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله لا ينصر الدولة المسلمة لو كانت ظالمة، وينصر الدولة الكافرة لو كانت عادلة. السبب في ذلك أيها السادة أن الظلم سبب لخراب العمران وزوال الدول وفناء الأمم ووقوع الفوضى وغموض المستقبل. ولذلك كان العدل من أهم أسس رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول المولى عز وجل في بيان رسالة الأنبياء: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالظلم ظلمات يوم القيامة. وللدلالة على بشاعته ابتدأ الله في حرمته على نفسه فقال كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولا ظلم يعلو ظلم اعتقال المصلحين،
الساعين في توعية المجتمعات والنافين عن الدين تحريف الغالين وتأويل الجاهلين. وهذا بالضبط ما يحصل مع شيخنا معشوق الخزنوي. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اللهم إنا نسألك اللطف بشيخنا، اللهم رده إلينا سالما غانما معافا يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بمن ظلمه والظالمين يا غياث المستغيثين، يا جابر كسر الملهوفين، يا سامع شكوى المظلومين. احفظ لنا شيخنا الوالد معشوق بحفظك ورعايتك، ورده إلينا غانما سالما معافا يا أرحم الراحمين. أيها السادة الكرام، أرى الأعناق مشرئبة إلي والعيون مستفسرة عن حال شيخنا وإمام مسجدنا الشيخ معشوق الخزنوي، وأقف اليوم على منبري وفي مكانه عاجزا لا تسعفني العبارات ولا تنجدني الكلمات. كيف سأشرح وكيف أبين وأوضح حال الوالد وما هو فيه من محنة، غير أنني أكتفي بقصيدة للشاعر والأديب الأستاذ إبراهيم اليوسف، وهو يجسد حالة الشيخ ويجيب عن كل تساؤلاتكم في هذه الأوقات العصيبة. إنها قصيدة عنونها الشاعر بخطبة الثلاثاء. إنه الثلاثاء الذي اعتقل فيه شيخنا، فأكثروا من الدعاء والتضرع إلى المولى عز وجل بأن يرد إلينا شيخنا سالما. هذه الخطبة خطبة الثلاثاء بدلا عن الشيخ معشوق الخزنوي الذي كتبها الشاعر والأديب اليوسف. يقول فيها على لسان شيخنا: كم المنفردة واسعة، كل أحبتي هنا أخيلتهم لا تبرح موق عيني، الأصوات تأتيني، القصائد التي كتبت سرا من أجلي، صورة المصيدة في ذلك الثلاثاء الرهيب، وجوه خاطفي وهي تؤدي الأدوار، السيارة التي طارت بعدنا بعدئذ، حيث أنا
الآن هنا لم أك غير رجل جد واضح، قلبي مشرع الأبواب دائما، لا غرفة مغلقة فيه، من يخافني إذن؟ صوتي واضح يشبه الضوء في بهائه الأول، لم أضمر حقدا يوما إلا على العتمة، أكسرها بأصابع اللهفة كي أكون الآن هكذا جزيرة معزولة، منفردتي واسعة يوسعها المحبون كلهم هنا، أسمعهم وصوتي يحفر إسمنت المنفردة الرهيبة. ساعتي متوقفة، لا تقويم قربي، أصلي الفجر ليلا، أبدد رائحة المكان، أصرخ إنه وطني، كل بنيه ذوي، كل أشجاره، جباله، وديانه، بياراته، تخومه، إنه وطني وأحبه أكثر منك أيها السجان. هو صوتي يعود إلي، كم المنفردة واسعة، ها أنا ذا أسمع أحبتي، وهاتفي المحمول مصادر، ملقى مع العمامة في درج حديدي، وحاسوبي يلحق بي، صوتي على باب المنفردة المغلق، لا جواز سفر يحمله، ينام معي على البطانية القذرة. ما الذي تريد؟ رائحة قامشلو، كتابا عن سيرة آل ياسر، أحبة أسمعهم يسمعونني وأنا في المنفردة الرهيبة. حمدا للجلاد يرسم صورتي، يرميها في وجوه الأعدقاء وأطيار الحجل. حمدا للجلاد، حمدا للصوت يأسر الصوت حمدا، وصوتي في كل مكان، في كل مكان أنا، صورتي، صوتي، رائحتي، منتقلا من مدينة إلى مدينة، من شارع إلى شارع، من بيت إلى بيت، من كنيسة إلى كنيسة، من جامع إلى جامع، يرسمني كما أنا في مرآة الله. أكبر من قامة السجان، أكبر من المنفردة أنا. هو ذا يسألني، إنه سجاني الحنون، شغفا يسأل عني في كل يوم، حيث منفردتي موصدة ومفاتيحها في جيبه، جيبه المليئة بما سرقه مني في وضح النهار. إنه يسأل عني دائما كأب حان، كصديق طعنه غيابي. المنفردة تكبر وأنا أرتجل خطبة جديدة
في جامع الذي لا يزال يبكيني كأم. لا إله إلا الله. اللهم يا غياث المستغيثين، بك نستغيث وبك نستجير، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تحفظ لنا شيخنا وأن ترده إلينا ردا سالما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا حديثنا مستمر حول المفطرات، مفطرات الصيام، وأظن أننا اليوم بعد أن مهدنا البارحة وبينا حقيقة ما نقصده بلفظ المفطرات، لا يخطر ببال أحد أننا نتحدث عن مفطرات الصيام في شهر رمضان، إنما نتحدث عن المفطرات بمعنى المذهبات للثواب، المعنى الذي قصده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يوم قال: من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه صيام الدهر كله. طبعا أنتم جميعا تعلمون أن الذي أفطر يوما من رمضان يستطيع أن يصوم يوما آخر. متى ما تاب الإنسان وعاد إلى الله نقول له: صم عن كل يوم فاتك يوما. هذا يعني أنه ثمة فرقا بين المفطر بمعنى المفسد للصوم وبين المفطر بمعنى المذهب للثواب. المفطر بمعنى المفسد للصوم هو أمر صغير، هو أمر بسيط، وإذا أردت أن تجبره بإمكانك أن تجبر هذا اليوم الذي أفسدته بصيام يوم. إنما الشيء الخطر والذي أذهب بحقيقة الدين من بين تصرفاتنا هو المفطرات بمعنى المذهبات للثواب. وبدأنا نحن بالمفطرات اللسانية، أي المذهبات للثواب عن طريق اللسان. وابتدأنا أولا بالحديث عما لا يعنيك، فإذا تجاوزت هذه المرحلة ستدخل في الحديث الفضولي، وإذا تجاوزت هذه المرحلة ستخوض في الباطل، وإذا تجاوزت هذه المرحلة ستصطدم بآخرين وتضطر أن تجادلهم وأن تماريهم بغير علم ولا معرفة. فإذا حصل الجدل ووصلت إلى هذه المرحلة من إطلاق عنان اللسان ستدخل في المرض الخامس أو المفطر الخامس، وهو الخصومة. موضوع درسنا اليوم الخصومة، أحد آفات اللسان التي ذمها الله سبحانه وتعالى ورسوله، ونهيا المسلمين عن الدخول في مثل هذا الباب. والخصومة تعني مزيدا من القول ومزيدا من الحركة اللسانية واللجاج من أجل تحقيق مطلب. أنا أحاججك وأجادلك وأشغل لساني بك وأحاول أن ألقي عليك المزيد من الكلمات التي أعتبرها بالنسبة إلي قذائف أرميها على الهدف، والقصد هو جلب مال أو جلب نفع بالمعنى العام، سواء كان هذا النفع ماديا أو كان هذا النفع معنويا. وهذا الخصام بشكله العام، وقبل أن نفصله نستطيع أن نقول إنه عمل مذموم
بغض النظر عن البيان والتفصيل، مجرد الخصام ومجرد تبادل الحديث على سبيل الخصومة هو عمل مذموم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، العدو الذي يخاصم، الرجل الذي زاد في الخصومة، لأن الخصم صيغة مبالغة ومن باب فعل، وربما الكثير منكم يعلمون صيغ المبالغة فعال إلى آخره، ومن جملته فعل كملك. الخصم أي الكثير الخصومة. لم يقل المخاصم، لأن المخاصم قد يكون مدافعا عن الحق، لذلك قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع منه. من هذين الحديثين نستطيع أن نفهم ما المذموم من الخصومة أو ما المذموم من المخاصمة وما الذي لا يذم. الذي يذم أولا الكثير، الخصومة الكثيرة، أي المتجاوزة حدود الاعتدال إلى درجة أن الرجل يفهم بالخصومة. وأنتم تعلمون في الحي، في البيت، حتى في البيت من بين أفراد العائلة 5 6 10 تجد أن أحد الأطفال، أحد الأولاد خصم، أي أنه كثير الخصومة لإخوانه. من بين أبناء الحي تجد رجلا معروفا بأنه كثير الخصومة لأبناء الحي على أي مسألة. ربما أطفال يتصايحان أو يتقاتلان أو يتراميان بنوع صغير من الحجر، تجد أن هذا الرجل قد قامت قيامته. وهكذا ربما في البلدة، وربما في المجتمع الكبير وفي الأمة، وربما سنجد على مستوى أعلى في القيادات. وقد يشتهر رجل من رجال التاريخ المعاصرين أو الذين مضوا يشتهرون بأنهم خصمون، أي شديد الخصومة، يا ويل اللي يعلق معه كما يقولون. هذا الباب المذموم. الباب الآخر الذي يذم يدل عليه الحديث الثاني: من جادل في خصومة بغير علم. الباب الثاني: إذا كان في البيت طفل خصم، وفي الحي رجل خصم، وفي البلدة عائلة خصمة، في السوق تاجر خصم، فالنوعية الثانية أكثر، المخاصمون بغير علم، الذي يخاصمك ويبادلك الكلام ويحاججك ويرمي بك كثيرا من الألفاظ الثقيلة أو الخفيفة وهو لا يعلم لما، بغير علم أصلا. وأنتم تعلمون كثير من الجهلة وكثير من العوام في كثير من حالاتهم يخاصمون، وأشد الخصومة حين تتعلق بالقضية بالدين. نحن نجد أن في مدينة من المدن الإسلامية أو في قرية من قراهم أو في بلدة في بلد من بلاد المسلمين تجد هناك طوائف، طائفة وطائفة، يتصايحان، يتخاصمان، يتجادلان، وغالبا ما تكون حول قضية تافهة لا تتعلق بمصلحة المسلمين ولا بقضية تشريعية عامة ولا بخط عريض من خطوط الدين، إنما القضية تتعلق في غالب الأحوال بالمصالح التي يتنافس عليها زعماء هاتين الطائفتين أو الجماعتين. أما العوام فهم لا يعلمون شيئا عن هذه القضية، كل الذي يعلم أن الطرف الآخر هدم الدين وعليه أن يخاصم، والطرف الآخر أيضا بالمقابل. هذا يدخل أيضا من باب من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع منه. من هذين
النوعين من الخصومات. فهمت أن المظلوم الذي يخاصم الظالم من أجل تحقيق حقه ومن أجل الدفاع عن قضيته العادلة، هذا لا يسمى خصما ولا يسمى مخاصما بغير علم. هو لا يتجاوز الحدود حتى يسمى خصم، وهو يعلم لما يخاصم، إذا لا يمكننا أن نذمه. نعم، سنقول له إن الإسلام وإن الله ورسوله وإن أباحا للمسلم أن يدافع عن حقه وأن يطالب بماله أو جاهه أو أي شيء يتعلق به، وإن أعطاه الإسلام حق الدفاع عن نفسه والرد على الأعداء بالمثل، ومن اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. مع كل هذا الأولى للمظلوم أيضا ترك المخاصمة. إذا نحن حين نتحدث عن إنسان خصم فنقول إنه يرتكب كبيرة، إنه يفطر، إنه يذهب ثوابه. وحين نتحدث عن أناس جهل يخاصمون بغير علم نقول إنهم يفطرون، إنهم يدخلون في كبيرة، يذهبون ثوابهم، يحبطون عملهم. أما حين نتحدث عن المظلوم الذي يخاصم فنقول إنه يفعل ما أباحه له الشرع، غير أننا نرغبه في الطرف الآخر ونقول له وأن تعفوا وتصفحوا له خير للشاكرين. ونقول له أيضا أنت أيها المسلم إذا أخذت حقك فربما تجاوزت حقوقك في الطلب. أنا أطالبك ب10 ليرات صحيح، وحين أخاصمك وحين أطالبك وحين أحاججك فسأحقق هدفي وسأخذ منك 10 ليرات، لكن اللسان لا تستطيع أن تضبطه، ونخشى أثناء مطالبتك أن تتجاوز الحدود في مطالبتك وأن تهين صاحبك وأن تعتدي عليه بلسانك فتنقلب إلى ظالم بعد أن كنت مظلوما. لذلك سنقول لك حاول أن تضبط أعصابك، حاول أن لا تسمع للآخرين الذين إذا سمعوا أنك سامحت فلانا ب10 ليراتك يقولون عنك إنك امرؤ جبان. حاول أن لا تسمع منهم، بل حاول أن تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا أردت أن تكون رجلا شهما قويا شجاعا شديدا بين جماعتك وأهل قريتك لا تظن أن المقاييس هي السرعة، هي قدرتك على مصارعة الآخرين ومقاومتهم ومباطحتهم وأخذ الحقوق منهم والاعتداء عليهم بمثل ما اعتدى عليك. لا، النار لا يطفأ بالنار. إذا أردت أن تكون رجلا في عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في عرف مجتمعك المريض، فاعلم أن الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. وإذا أرادت نفسك أن لا تكتفي بهذا المقدار حاول أن تضرب على سندان قلبك بمطرقة قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا أردت أن تكون من عباد الرحمن الذين يباهي الله بهم ملائكته فاستمع إلى الله من هم الذين إذا خاطبهم الجاهلون لا يتجاهلون لهم، لأنك لو خاطبت الجاهل لنزلت أنت إلى مستواه. ولما سماه جاهلا؟ لأن كل إنسان يخاطبك بالسب والشتم واللعن وغير ذلك من الألفاظ البذيئة هو جاهل، ولولا أنه جاهل لما ارتكب. لا تقل إنه ليس جاهلا، إنه عاقل، إنه عالم، إنه واعي. لا، حتى لو كان عالما وواعيا وعاقلا ومثقفا ما دام
يخاطبك بألفاظ قذرة فهو جاهل في عرف الله وبحكم الله عز وجل. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول الله أيضا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، هذه قضية لا تتحمل النقاش، بديهية. لو قلت في أي مجتمع لا يستوي الخير والشر، لا يستوي الضر والنفع، لا تستوي الحسنة ولا السيئة، لما وجدت اعتراضا من قبل أحد. نعم لا يستويان، لكن الله سبحانه وتعالى يسوق البديهية لينقلك إلى النتيجة، لا يسوق البديهية لأجلها. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، فإذا قلت نعم حينئذ سأطالبك أن لا تفعل السيئة كما فعل الآخر. الآخر فعل سيئة، وإذا أردت أن تفعل حسنة ربما قال لك الناس: أخي لما لم تفعل السيئة؟ أنت تفعل السيئة تظن أنها ستظهر وستبدو وستسجل لك، لا، الحسنات ضائعة. نقول بالأمثلة الشعبية وهو اللفظ مقذر لا أريد أن أذكره في المسجد: من فعل بالآخر كذا بقي له. فلما تقابل سيئته بحسنة؟ أتظن أن حسنتك ستبقى لك؟ لا، كل شيء مستو في عرف المجتمع. إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، صحيح هذا في عرف الغابات، أما في عرف المجتمعات، في عرف الرجال، في عرف الناس الذين يحتكمون إلى شريعة الله، إذا كان الناس ذئابا فكن أنت ضأنا ساكنا لينا ستغلبهم بليونتك وسماحتك وحلمك، بل ستجعلهم يموتون في غيظهم يوم يتحرشون بك ولا يجدون منك حراكا. لذلك كثير من اللئام تجدونهم حين يقابلون رجلا ويسبونه ويشتمونه ويفعلون ولا يجدون الرد، يعني يريد أن يطق، ربما ضرب رأسه بالجدار، لأنه ما استطاع أن يصل إلى بغيته، ما استطاع أن ينزلك إلى مستواه. وأنا أعلم أن كثيرا من الرجال فعلوا هذا. ومن قريب ذكر لي أن أحد الزعماء في منطقتنا وهو قد مات رحمه الله أرسلوا إليه رجلا، لا نذكره، لا الرجل الذي ذهب ولا الرجل الذي حرشوه عليه، أرسلوا إليه رجلا في مقهى قربيس، والقصد من هذا الرجل خصم، الرجل الذي أرسلوه خصم، وهو معروف باسم الخصومة في منطقتنا، معروف اسمه، وربما اسمه مشتق من الخصومة والكثير يعلمونه. أرسلوه إلى هذا الرجل الكبير في قومه وعائلته، وقالوا له إن استطعت أن تغضبه وأن تهينه وربما أن تشتمه لك عندنا كذا وكذا، وهذا يبحث من الله عن قيمة باكتته. فذهب إليه وقال له وهو بين جماعته الذين يستحي منهم، قال له: أنا أقرضتك منذ 3 أيام 300 ليرة. طبعا والناس جميعا يعلمون أن هذا الرجل لا يقرض، والذي يقال أنه اقترض هو ليس بالمستوى الذي يقترض هذا المبلغ، لكن يريد منه أن يقول لا كذبت، ليقول وأنت أكذب، وتقوم القيامة حينئذ. قال له: أنا أقرضتك منذ مدة 300 أو 1000 ليرة سورية، ويكفي منذ كذا أنا صبرت عليك. تأمل في القضية، رأى أن الموضوع ملغوما، قال: نعم لا تؤاخذني، أنا نسيت، يا فلان ادفع عني لهذا الرجل 1000 ليرة، لقد اقترضت منه منذ 3 أيام 4 أيام 1000 ليرة، وهو ربما الآن بحاجة. فدفع له 1000 ليرة وقبله الرجل من وجنتيه وذهب. فقالوا له الآخرون الذين دفعوه: ويلك،
أرسلناك لتسبه وتشتمه، بل ربما لتهينه في المقهى أمام الآخرين الذين ينافسونه، ربما كان الوقت صعبا وأيام انتخابات وغير ذلك. فقال لهم ويلكم أمثل هذا يشتم؟ الذي يشتري عرضه بمال الدنيا لا يشتم. وهكذا يجب أن تعلم، لا تستوي الحسنة ولا السيئة. إذا فعلت بك سيئة لا تظن أن الحسنة ضائعة، حتى لو لم يكن هذا الرجل أهلا، المعروف لا يضيع. لذلك يقول الله لك ادفع بالتي هي أحسن، بغض النظر عن الطرف الآخر، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، هذا الرجل الذي جاء يشتم بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن القضية لا تتهيأ لكل الناس، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نحن نقول البخيل، وما يلقاها إلا البخيل، الرجل الذي أعطاه الله حظا في أخلاقه، حظا في صبره، حظا في مكانته، أراد له الخير، أراد له المكانة السامية في مجتمعه، هذا يستطيع أن يهضم، هذا يستطيع أن يريق الماء على النار. إذا وجد في مجتمعه، في عائلته، في بيته، في حيه نارا، لا يقابل النار بالنار، إنما يصبر ليذهب ويأتي ذنوبا أو سجلا أو دلوا من الماء ليهرقه على هذا النار. إذن المهلكة الخامسة، والتي الكثير منا يفطرون عليها، ونقصد بالإفطار أنهم يذهبون ثوابهم سواء كانوا صائمين أو في غير شهر الصيام، يذهبون ثوابهم بها، هذه الخصومة التي أكلت قلوبنا. ولذلك مجد الله الذين يستطيعون أن يقفوا مثل هذه المواقف، يوم قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. هؤلاء في غير حادثة أو في غير قضية نتحدث عنهم، إنما الذي يهمنا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولهذه الآية قضية مع سيدنا زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه، الذي هو أحد أبناء آل البيت الذين قال الله فيهم ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طهرهم من هذه المفطرات، من هذه المذهبات للثواب، ولذلك ما كانوا يستطيعوا أن يخاصموا، طبيعتهم ما كانت تتحمل الخصومة. هذا الرجل كان واقفا بين ضيوفه، وكانت له جارية جلبت طعاما يغلي، وكان هذا الطعام سائلا، ربما كان سمنا فيه لحم أو مرقة أو ثريد أو غير ذلك. والروايات كثيرة في الخسائر التي حصلت من إراقة هذه الجارية للطبخة، لكن على كل حال لنكتفي بأقل الخسائر. أقل الخسائر أن طعام الضيوف أريق، وأن أرضية البيت اتسخت، وأن أهل البيت ارتبكوا، وأن ذين العابدين اتسخت ثيابه. لا نقول كما تقول بعض الروايات كان عنده طفل فاحترق الطفل ومات وغير ذلك، نكتفي بهذا القدر من الخسائر. حينئذ نظر زين العابدين إلى الجارية نظرة تحذير ونظرة ملامة، لكنها ظنت نظرا لفعلتها القذرة وفعلتها القبيحة، ظنت أن زين العابدين ربما يكون رجلا كالرجال العاديين وسيغضب، فبادرته بقولها والكاظمين الغيظ، ذكرته بالآية
والكاظمين الغيظ. قال كظمت غيظي، أنا لا أخرج شيئا أبدا، كظمت غيظي. وهل ستبقى حافظا عليه؟ والعافين عن الناس. قال عفوت عنك، لا يكفي، نريد إحسانا والله يحب المحسنين. قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. هؤلاء هم آل البيت الذين بهم دائما نرفع رؤوسنا، الذين ترجموا مبادئ النبي صلى الله عليه وسلم إلى حقائق وإلى سلوك. فهل انقرضوا؟ أين آل البيت الذين يجسدون هذه المعاني؟ على العكس، اشتهر بين الناس أن السيد زعول اللي من آل البيت شديد الغضب، بينما آل البيت كانوا قد تربوا في أحضان الرسالة وتعلموا من قيم الرسالة ومبادئها، بحيث إذا سفه الناس عليهم استقبلوا هذه السفاهة بلين الجانب وقالوا بكل بساطة كظمنا غيظنا وعفونا عنك وأعتقناك لوجه الله. أما اليوم فقد ابتعدنا عن هذه المبادئ وابتعدنا عن هذه القيم، ولم يبق لدينا إلا العلاقة النسبية التي نظل نفتخر بها على الناس. ولذلك هذا الافتخار وهذه المكانة التي أعطيناها كرامة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كرامة لعين تكرم ألف عين، لأجل هذا نرى لنا فضلا على الناس. ولذلك بأدنى غلطة يتنرفز هذا الرجل ويغضب ويقوم الدنيا ويقعد، وربما نبه جده لينتقم من هذا الرجل من أجل أمر تافه. وفي بعض الحالات إذا لم ينتقم الجد ربما أخذ عود كبريت ليحرق دار الرجل حتى يساعد جده. وهذه القصة معروفة في مجتمعنا. لما رأى طبعا الله سبحانه وتعالى لا يستجيب له حين يدعو دعاء قاسيا، هذا الرجل ربما أخطأ في حقه، شتمه سبه، يريد من الله أن يحرق هذا الدار بمن فيه، فالله ما استجاب له. فيوم انتظر ساعة ساعتان ثلاثة والله ما استجاب، أخذ عود كبريت وأوقد النيران بعواميد البيت، فجاءه الجار وقال له ماذا تفعل؟ قال في بعض الأحيان يساعد الرجل جده جيد. نسي كظم الغيظ ونسي العفو ونسي الإحسان ونسي أن بين العابدين هو جده، وعليه أن يكون ممثلا لمبادئ هذا الجد بين الناس. طبعا نحن نقول هذا الكلام من أجل أن نشرح مرضا في مجتمعنا، لا أن نطعن في بعض الأشخاص، وإلا فكل آل البيت إذا لم أقل على رؤوسنا لم يقبل أحد فعلى رأسي وحدي. المرض الثاني الذي أذهب ثوابنا بذاءة اللسان. إنه مفطر محبط للعمل كبير، والكثير منا مبتلى ببذاءة اللسان. ربما يخجل الإنسان أن يقول في المسجد الكثير منا، لكن هذه حقيقة. كثير من الناس يأتون المساجد ويرتادون مواضع العبادة ويعتكفون، غير أنهم إذا غضبوا فاجأوا الغير بكلام فاحش، بل ربما يفاجئ زوجته وأولاده وأمه وأباه وجيرانه بكلام يعني يندى له جبين الحياة. فبذاءة اللسان أحد الأمراض الخطيرة التي أذهبت ثوابنا وتجعلنا مفطرين على الطريقة الجديدة التي اصطلحنا لفظ الإفطار عليها. طبعا أنا أقول جديدة لأنها جديدة عليكم، لكنها ليست جديدة، هذا الاصطلاح ليس جديدا على مبادئ الإسلام. أن أقول إن المنكرات والمعاصي مفطرات ليس جديدا على مبادئ الإسلام، وهناك عشرات الأحاديث التي وردت أن الغيبة مفطرة، وأن النميمة مفطرة، وأن السب واللعن مفطر، وأن الرفث والفسوق مبطل للحاج وغير ذلك. كل هذا أنتم تعلمونه. ويؤكد هذا ما يرويه لنا ابن سيرين، يقول كان رجل من الأنصار من أهل المدينة يتردد على مجلس للأنصار
يقول لهم توضؤوا. الناس متوضئون، توضؤوا من بيوتهم وجاءوا ينتظرون الجماعة، وبقي للجماعة ربع ساعة وأذن المؤذن وصلينا السنن ونحن ننتظر الجماعة، غير أننا بدأنا نخوض في حديث. فيأتي هذا الرجل ويقول لنا توضؤوا، لقد نقضتم أفسدتم وضوءكم، توضؤوا فإنكم تتحدثون بأحاديث أشد من خروج أشياء من قبلكم ودبركم. ما تخرجونه أنتم من أفواهكم أشد عند الله مما تخرجونه من قبلكم ودبركم. لو أنه خرج من إنسان هواء هل غضب الرب؟ لو أنك في المسجد وبلت هل غضب الله وهل يغضب رسول الله؟ بالعكس، لما جاء الأعرابي وبال في المسجد وغضبت الصحابة كره ذلك رسول الله وقال لهم صبوا عليه ذنوبا من الماء. ما الذي حصل؟ أتظنون أن الذي حصل هو أنها بقعة تنجست صبوا عليها شيئا من الماء وانتهت القضية؟ ما تخرجونه أنتم من قبلكم ودبركم وتظنونه أنه ناقضا للوضوء هذا شيء هين. أما الكبير الذي يغضب الرب هو ما تخرجونه أنتم من أفواهكم من سب فلان وشتم فلان وغيبة فلان ولعن فلان والنميمة بين فلان وفلان، كل هذا هو الذي ينقض الوضوء. فعلى هذه الطريقة نستطيع أن نقول إن